بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله سيداتي سادتي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحباب أينما وجدتم عبر هذه القناة الحرة، قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 236 بحمده تعالى. في البدء يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، شاكرين الله سبحانه وتعالى، وشاكرين كذلك مشاهداتكم ومتابعتكم وتعليقاتكم مهما كانت. نشكركم جزيل الشكر باسمي وباسم العاملين في هذه القناة المباركة. أرجو أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أيها الأحباب الكرام، وعدتكم في الحلقة السابقة مع البروف الدكتور إدريس محمد عثمان أن نواصل الحديث، ولكن سنتوقف اليوم في حلقة مع الشعر والشعراء، على أن استضيفه إن شاء الله في الحلقة القادمة أو بعدها حسب الظروف بإذنه تعالى. ولكننا نعدكم أيها الأحباب أن نواصل الحديث مع البروف إدريس إن شاء الله. له السلام والتحية والشكر الجزيل. أحبابي الكرام، اليوم سنقلب وإياكم. أولا سأقدم لكم قصيدة جديدة للشاعر الإعلامي أحمد شريف، وكذلك قراءة نقدية للقصيدة الأخيرة من بقلم الدكتور حامد محمد حالفة، له الشكر الجزيل. قبل أن أدخل إلى القصيدة والقراءة، لا بد أن أسدي واجب الشكر والتقدير للدكتور حامد محمد حالفة لتكرمه الدائم في قراءات نقدية في غاية الأهمية لما يكتبه الشاعر الإعلامي أحمد شريف. لكن قبل هذا وذاك دعوني أقول إنه كلما جاء مايو يأتي بوجعه وآلامه، ولذلك أنا دفقتي الشعرية في مايو يعني ذكرى الاستقلال دوما تكون فيها يعني وجع شديد، والوجع الشديد يولد قصيدة برضو شديدة الوجع. وعندما أقول قصيدة شديدة الوجع سيداتي سادتي، نعم، أحيانا يكون في خلل فني، الصورة تختفي ولكن الصوت موجود. الوجع الشديد يولد قصيدة شديدة يعني لغتها شوية فيها وجع، ويشكل ذلك وجعا للمشاهد والمستمع الكريم. وأيا كان الأمر، فإن القصيدة التي لا تحدث وجعا ولا تحدث هزة ولا تحدث لذة فنية فإنها ليست بقصيدة عند كثير من الشعراء. ولذلك يكفينا قول الرصافي عندما قال: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وكذلك الأدب ومنه الشعر هو الذي يحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. لذلك أنا في مايو أتوجع كثيرا، وتوجعت أكثر من مرة، أذكر منها 3 مرات. الوجع الأول كان 2009 حيث خرجت من البلد. 2008 ف2009 جاء مايو، أي جاءت ذكرى الاستقلال. وكان العبد لله في ذكرى الاستقلال أيام تواجدنا في وزارة الإعلام يعني غارغين في برامج وأخبار وقصائد ومناسبات وتقديم برامج واحتفالات وترجمات، يعني الشغلة لا أول لها ولا آخر. فوجدت نفسي 2009
في ذكرى الاستقلال في شهر مايو وجدت نفسي في القاهرة أتفرج من على البعد، حيث خرجنا منها مكرهين، فجاءت القصيدة التي سميتها القمر النازف، وفعلا أنا نزفت فيها نزيف شديد يعني، وتعتبر هي القمر النازف من بدايات القصائد الطوال، صنف هكذا، وكانت نيفا و60 بيتا أو نيف و70 بيتا، ولكن بعد ذلك توالت القصائد الطوال ما يفوق على 120 130 140، مثل الميمية والرائية واللامية والحائية والنونية وغيرها وغيرها. ولذلك أنا أكتفي بشيل الحرف الروي وأسميها، لأنه القصيدة طويلة بتشمل قضايا وأمور وشؤون مختلفة، وهذا نهج كبار الشعراء، والحمد لله يعني أنا لا أتطرق في موضوع واحد، وهذا ما نهج عليه كثير من الشعراء، من الشعراء المحدثين في العصر الأخير، أستاذ فراج الطيب السراج، نحن ننتمي لتلك المدرسة، فكانت قصائده الطوال بتضم أشياء وأشياء. ولذلك كانت الميمية أولا، عفوا القمر النازف، التي قلت في مطلعها: أهكذا تسلب الأيام مكتسبة ويمحي موعد بالدم قد كتب، أو يمحي موعد بالدمع قد كتب، وينقضي أجل كنا نرصعه من اللآلئ درا مذ أتى ذهب. أقول بعد ذلك: هذه أسمرا كنا نبادلها عشقا بعشق، هما من حبها نصبا، ما لي أراها وقد عادت مقرحة كأنها لم ترى نجما ولا شهبا. من أجمل القصائد التي أحبها كثيرا. أنا أحب كل قصائدي، لكن هنالك قصائد بعينها، فوجع شديد يعني. يا أمة أفيقوا من نومكم، الآن قد وجب. أقول في القصيدة، أنا لا بد أشوف القصيدة عشان أتذكر منها، ولكن فالوجع في القمر النازف كان وجع أليم بالنسبة لي. بعد ذلك كلما جاء الذكرى بعدها يكون الوجع أألم وأكثر عمقا وحزنا. ثم جاءت الميمية على خلفية برضو استشهاد المجاهد الكبير عمنا الشيخ موسى محمد نور رحمة الله عليه، لكنها رأت النور في مايو كذلك، على الرغم أنها بدأت أكتبها بعد وفاة واستشهاد الشيخ رحمة الله عليه. في تلك الميمية الطويلة، وهي بدايات القصائد الطوال: سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناه ما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم، قوم يلوك أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم. إلى آخر الوجع، تقريبا 120 بيتا، فسميتها الميمية. والآن أيضا ضمن الوجع المايوي في ذكر الاستقلال جاءت القصيدة الأخيرة: ما كان لم يكن. وأنا أذكر هذه القصائد الطوال المشاهد الكريم، طبعا ممنون للدكتور حامد محمد حالفة، حيث حالفني الحظ مع أن يعمل قراءة نقدية عميقة في عدد من القصائد. منها كانت أولا الميمية، ثم الرائية التي كانت في مونديال طر 2022، كتبت فيها رائية طويلة قرابة 130 بيت تقريبا يعني، فعمل عليها قراءة. وجاءت ما كان لم يكن أخيرا، فعمل عليها قراءة، فأنا مشكور له ومدين له ب3 قراءات. والحقيقة كثيرون يعني ما يدخل حظيرة الشاعر الإعلامي أحمد شريف في قصائده ليعملوا قراءات. أذكر من بين الشعراء توفيق قسم الله طالبي، والآن هو
يقف معي في ذات المنصة الشعرية من حيث المستوى والمضمون المحتوى، عمل قراءة في أعتقد في واحدة أو اثنين من قصائدي. غير ذلك لا أتذكر، وإذا كان هناك من عمل فأعذروني على الأسماء، يمكن ما متذكر، لكن كثيرا ما تعمل قراءات نقدية لقصائدي. موقفي من القراءات أنا لا أتحدث عنه الآن، ولكن يكفيني شرف من هؤلاء وغيرهم أن أجروا قراءة نقدية للقصائد. وربما أنا أعزو عدم دخول النقاد إلى قصائدي، لأنني لا أنشر قصائدي مكتوبة. أنا أفضل أن أقرأ قصائدي صوت وصورة، وفي ذلك عنة للقارئ للناقد. ربما الناقد لا بد تكون القصيدة قدامه كده ويكتب عليها ربما، وأنا لا أميل لنشر قصائدي مكتوبة حتى لا يتم سلخها ونسخها يعني أحيانا تجد القصيدة منسوخة مسلوخة ممسوخة كمان، يعني أحيانا يأخذون ما يعجبهم منها، ليس النقاد ولكن الناشطين في هذه السوشيال، في الإعلام البديل وإعلام الجديد، فيأخذوا كلمات كده ومرات تلاقيها في غير مكانها. فأنا أربأ بنفسي وأربأ بأبياتي وقصائدي الشعرية. أنا لا أحبذ أن أراها مبتورة ومشلعة من هنا وهناك، هذه قناعتي، لكن ليس حكرا أو عدم الاستفادة منها، لأن القصيدة هي أصلا هي القصائد فكرة ذاتية شخصية، قد تأخذ أبعاد جماهيرية، أبعاد مجتمعية، أبعاد سياسية اقتصادية وهكذا، لكنها يعني الشعر قضية ذاتية بحتة، فتتداخل في العام والخاص والمجتمع والكون كله ذاته وهكذا يعني. ولذلك ربما أولئك النقاد لا يدخلون إلى قصائد الكثيرة، ربما لأنني لا أنشرها مكتوبة كما ينشر كثير من الشعراء. وهنا أذكر حديث دار بيني وبين الدكتور حامد بارك الله فيه، عندما نشرت الميمية قال لي أود أن أعمل عليها قراءة نقدية. قلت له تفضل، وأنا نشرتها صوت وصورة. ربما يمكن عمل الإعلامي كذلك، أنا أفضل أن أقرأ قصائدي بنفسي، يعني ليس لأنه هناك لا يوجد من يقرأ قصائدي كما أقرأها، ولكن أهلنا السودانيين يقولوا سمح الغنى في خشم سيده، يعني أنت تعرف تقرأ، والحمد لله ربنا أعطانا فنون القراءة، يعني يمكن بعملنا الشعري والأدبي والإعلامي وهكذا، والحمد لله يعني. فأنا أحب أن أقرأ قصائدي بنفسي يعني. فقال لي أريد أن أعمل عليها قراءة نقدية، فهل تفضلت أن ترسلها لي مكتوبة؟ فقلت له مشكورا على أنك تود أن تعمل قراءة نقدية وبارك الله فيك، ولكنني قلت له أنا لا أنشر قصائدي مكتوبة. فقال لي أنا أود أن أجري عليها دراسة يعني. قلت له والله مشكورا ولا أمنعك. طيب ألا ترسلها لي؟ قلت له لا أبدا، وإذا قلت لك أني إذا ما رسلت لي مكتوبة كاملة سأصرف النظر عن القراءة النقدية للقصيدة الميمية، وهو الوحيد الذي يعني مشكورا يعني يتأبط شر القراءات النقدية، لأنه في شعراء لا ما دايرين الناس تعمل قراءة نقدية عليهم. أنا لست من أولئك، لكن أحترم الفكرة التي تطرح من الناقد، لأنه هو بيوجهك إلى إضاءات كده أنت ما بتنتبه لها، وأحيانا في أخطاء وأحيانا في ملاحظات، كل هذه مكان ومحل اعتبار. لكن هناك شعراء لا يعترفون، لأنه القضية قضية ذاتية، يقول لك الناقد ده عنده رؤية وأنا عندي رؤية وهكذا. أنا لا أنتمي لتلك المدرسة، ولكن لا أطرح برضو إنه روشيتات كده عشان تساعد للقراء والنقاد وهكذا. أنا ما أقدم عرابين يعني، كما هو ذاته
الدكتور حامد قال كده يعني، شريف قال ما بينشر قصائده وما يعمل لها بوارات كده عشان الناس، ما بينشر عليها صور وكده عشان يعني تكون مشهية كما يعمل كثير من الشعراء وأدعياء الشعر يعني. عموما فقلت له، وقال لي إذا ما تديني يعني حأصرف النظر. قلت له والله لك ما شئت أصرف النظر، أنا لم أطرق بابك، أنت دار تعمل عليها قراءة ولك الحرية. طيب قال لي أنا وإذا شرطت عليك أنك تديني أو ما أعمل، قلت له ما تعمل. هذه المسألة أكبر الدكتور حامد يعني بأخلاقه الطيبة، قال والله يعني أنت واثق من نفسك. فالمهم وتوادعنا، قال لي سأنظر في الأمر. فقعد في القصيدة، قصيدة طويلة 120 بيت بالسماع، عمل عليها قراءة نقدية، وأنا قرأت في يوم من الأيام قراءة ما بعدها قراءة، وشكرته عليها. فقال لي، أنا قلت له قال لي بالله أنا لو ما عكفت عليها أن أسمعها، طبعا فيها عنت شديد ليست كالمكتوبة يعني. فقال لي كنت حتحرمنا من هذه القراءة لأنك أنت يعني أصريت وألحيت أنك لا ترسلها مكتوبة. قلت له ده موقف يعني. ف وعمل عليها قراءة نقدية ممتازة جدا وشكرت عليها ونشرتها. ثم جاءت الرائية في مونديال قطر قبل 4 سنوات، والمونديال طبعا بدأ والكأس العالم بدأ يعني، لكن لا أدخل المونديال لأنه كتبت قطر لاعتبارات معينة، لأن أنا نظرت إلى ينظم في قطر والتحديات وهكذا، وطبعا الظروف تغيرت اليوم يعني. فأنا بالنسبة لي كانت غزو يعني أو فتح، أو يعني هذه الأمة العربية الإسلامية بدأت تأخذ مكانتها في العالم، طبعا المكانة المفقودة وليست في الرياضة فقط، ولكن لم أنظر إليها من الزاوية الرياضية فحسب. أنا قلت هذا يعني هذا فتح للأمة العربية والإسلامية، وقلت رأيي يعني. وكانت فساعتئذ سألني الدكتور حامد، لا قلت له اليوم نديك يا دكتور، فأرسلت له القصيدة مكتوبة يعني. احترمت فيه جهده وعلمه وأمانته، ولأنني وقفت على أنني فعلا أنا أحتاج إلى قراءة نقدية بالذات من الدكتور حامد، رجل متخصص ورجل أمين ورجل عنده قراءته التي تحترم واحترم فيه دائما. فعمل عليها قراءة ما شاء الله. قال هل هذه قصيدة أم تقرير إعلامي؟ أحمد شريف قال قدم قصيدة يعني تقرير إعلامي في قصيدة الرائية، وأشاد بها وأشار إلى ملاحظاته وأخطاء واردة هنا وهناك، وهي طبيعة الشعراء يعني. الشاعر حتى الآن تعمل دراسات على كبار الشعراء، فمن نكون نحن، لكننا برضو نعترف أنه عندنا إمكانيات والحمد لله، لله الحمد من قبل ومن بعد. أنا لا أميل أنه والله أنا ما عندي والناس ساكت وكذا، لا لازم الإنسان يقدر نفسه، يقول أنا عندي ما ليس مع الآخرين، والآخرون لديهم ما ليس عندي يعني. هذه وربنا فضل بعضنا على بعض كيف يعني، ورفع بعضنا فوق بعض درجات يعني، شعر علم وهكذا يعني. فمشكورا. وهنا أتذكر أنه كان وزير في اليمن في إحدى فترات الحكم اليمني سابقا قبل الوحدة وقبل وغيرها، كان وزيرا أعتقد وزير للخارجية، يرفع تقاريره السياسية بقصائد. أشار عليه الدكتور عصام البشير العالم الجليل الشاعر، فمرة استمعت إليه يشير إلى قصيدة، كتب تقرير كامل، قصيدة كاملة يشير إلى يلاحظ أن بعض الوزراء نائمون وبعضهم جاء ليأكل وجاء وكان التقرير هكذا، قدمت الكلمة الأولى، كل ده قصيدة يعني، لأنه كان شاعر الوزير. وفي الأمة العربية شعراء كثر كانوا وزراء، منهم برضو المحجوب شاعر السودان المحترم، وكان أعتقد وزيرا للخارجية
رئيس الوزراء عفوا، وكان أعتقد برضو وزير خارجية إن لم تخن الذاكرة. فالمحجوب برضو كان شاعر. والشعراء بالمناسبة ليت الوزارات دي كلها في الدنيا يتسنموها الشعراء يعني. والله كانت حتكون دنيا جميلة. لكن اليوم الشعراء سبحان الله. عموما فعمل عليها قراءة ممتازة دكتور، وأنا على الفكرة حتى الآن لم أقدم ذلك التقرير يعني، أكون أمين يعني. القراءة النقدية التي قام بقراءة نقدية لقصيدة الرائية، رائية قطر، رائية مونديال قطر، أنا مسميها هكذا يعني. هذا التقرير موجود، وإن شاء الله في كأس العالم ونحن نشاهد نأتيكم بالرائية التي كانت في مونديال كأس العالم السابق. وسأقرأ القصيدة وأقرأ عليكم القراءة النقدية التي قدمها الدكتور حامد محمد حالف. الآن لما جاءت ما كان لم يكن، فبالأمانة احتراما له وتقديرا له، قبل أن أنشرها في صفحتي وقبل أن أقرأها عليكم الآن في هذه القناة المباركة قناة سلام، أرسلتها إليه مكتوبة يعني كاملة. فقلت له دكتور حامد، نحن نكفر عن سيئاتنا السابقة. إن جرفنا إلى شر أعمالنا في الميمية تمنعت أن أرسل إليكم القصيدة مكتوبة يعني. لكن الآن كالرائية تفضل يا دكتور، قلت له ويشرفني جدا أن تنشر في صفحتكم وكالة زاجل للأنباء، وكالة زاجل الإريترية عفوا. فقلت له أنشر القصيدة كما شئت، وسأنشرها أنا بعد أن تنشرها. فأولا نشرها مشكورا في وكالة زاجل الإريترية، ثم عمل عليها قراءة نقدية في غاية الأهمية. وهذا موضوع حلقة اليوم إن شاء الله. هذا كله كان مدخل، الهدف منه كان إنه أشير إلى أنه الدكتور حامد محمد حالفة يعني دائما يشرفنا بقراءات نقدية للقصائد التي نكتبها بحمده تعالى. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ما رأيكم أولا أن نستمع، أقرأ عليكم القصيدة اللي هي ما كان لم يكن، وسأتحدث عنها. هي جاءت في إطار الاحتفاء بعيد الاستقلال في ذكراه 35. ثم أقدم لكم القراءة النقدية كما نشرها الدكتور حامد محمد حالفة في زاجل، وكالة زاجل الإريترية للأنباء. نشرها في منذ أسبوع تقريبا، وإن شاء الله ستستمعون إلى القراءة النقدية بإذنه تعالى. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الآن آتي إلى مناسبة القصيدة. طبعا هي جاءت في وجع مايو، وعندما أقول وجع مايو دوما في وجع مايو عزيزي المشاهد، والله أنا لا أتعمد يعني، هي تأتي مع بداية الشهر أو وجع شهر مايو. هي تأتي في إطاره. أنا أفتح القصيدة من صفحتي حتى أقرأها عليكم أيها المشاهدون الكرام. فأنا في منتصف مايو، الوجع من بداية مايو يعني يشتد ويبدأ كده. في 17-18 تصل الحالة من الانفجار يعني. فأبدأ أكتب أنا إذن القصيدة. طبعا برضو مع القصيدة لم تركز فقط في مايو ما كان لم يكن، لكنها برضو كانت إجابة على بعض الذين دوما يذهبون إلى شر أعمالهم في مجتمعنا الإريتري، وخاصة الناطقين بالعربية أو الذين يعتقدون أنهم يعني ناطقين بالعربية.
لكنهم يحاربون العربية. الناطقين بالعربية بشكل عام في الموقع الصحيح لا يكونوا شعوبيون، والشعوبيون عزيزي المشاهد هم الذين يكرهون اللغة العربية والأعراب تحديدا، المصطلح الشعوبي. نحن في المجتمع الإريتري حتى من الناطقين عندنا مجموعة شعوبية سبحان الله. هكذا أنا أستغرب يعني، بمعنى لا يعجبهم العجب ولا يعني يستكثرون ويعني يستهزئون بأي نشاط أنت عربي تقوم فيه، سواء كان في الإعلام أو في الشعر أو في الأدب أو في السياسة وهكذا. فبتوفيق من الله دشنا كتاب المناضلة الجسور التي قدمت عنها حلقتان تقريبا، حلقتين لهذه القناة الحرة المباركة قناة السلام، المناضلة نسريد كرار. فدشنا كتابه هنا في مدينة ميلبورن على خلفية التدشين، والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى وفقنا لما فيه خير من التدشين. فجاءت على خلفية التدشين مشروعات خيرية تعني المناضلة أمنا نسريد كرار، ربنا يديها الصحة والعافية. وأنا سعيد جدا أنه الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الذي أرأس إدارته مع أخوينا عزيزين الأستاذ عامر حقوس نائبا والأستاذ أري محمد صالح رباط سكرتيرا، فوفقنا أن عملنا تدشين وبيع عدد كبير من النسخ من الكتاب. فجماعة كده استكثروا علينا، قالوا من هؤلاء حتى يدشنوا هذا الكتاب؟ نحن والله بحكم بقانون الصحافة وبقانون الثقافة وبقانون الوطن وبالقانون العلمي الأكاديمي والقانون الإنساني، يعني الحمد لله نستطيع أن ندشن أي كتاب، دعك من المجتمع، أي كتاب عالمي يمكن ندشنه. يعني بكل هذه تتوفر فينا مقاييس التدشين يعني. ثم التدشين هو كان مناسبة للترويج الكتاب ولبيع الكتاب حتى يعود ريعه إلى صاحبة الكتاب التي تحتاج إلى أي وقفة معها أدبيا ووطنيا. هذه ناضلت، يعني هي في السبعينات اليوم، عمرها كله أهدرته للوطن كل شيء. وكتبت عنها قصيدة بلغة التجريت اسمها حشمة نضال. كانت هي حشمة النضال العفيف، لأنه نضال فيه عوار كثير يعني، فكانت هي المناضلة المحتشمة حشمة نضال بالتجريت يعني. ولا أود أن أدخل الآن إلى التجريت لأني أنا في الجبهة العربية اليوم. فجماعة استكثروا علينا وقالوا، وكان عذرهم عجيب يعني أحيانا يكون العذر أقبح من الذنب كما يقال. قالوا كيف يقدم فلان وفلان وفلان وأنا على رأس المجموعة اللي دشنت، لأنه قالوا هؤلاء الناس ليسوا من تجربة جبهة التحرير الإريترية. يا سبحان الله. وجماعة دخلوا وكالوا علينا ما كالوا من الشتائم كما ينال سياط أولئك المردة والمرضة بالدال والضاد. سياط أولئك الخيرين من أبناء أمتنا، سواء كان في هذه القناة أو في غيرها، من أولئك المردة والنطيح وما مسخ الخلاف يعني. كالوا علينا كثير من العناية ووصفونا بأننا أصلا ما مفروض ندشن لأنه تجربة هكذا بتاع. ربما نظروا علينا من نافذة الجبهة الشعبية لأنه كنت معها، ولكن نسوا أننا كنا في يوم من الأيام إلى أن انبرى عليهم واحد قال لهم يا أخواننا أنتم تقولوا شريف ده ما عنده علاقة بجبهة التحرير، وكأنها جبهة التحرير هي كتاب أو مذهب، يعني مذهب سياسي. جبهة التحرير لم تكن مذهب سياسي، جبهة التحرير تجربة نضالية رائدة وكنا في يوم من الأيام معها ولا زلنا معها اليوم، إنما أولئك لا يعرفون جبهة التحرير أصلا. فانبرى لهم واحدا قال لهم يا أخواننا هذا الذي تقول له إنه لا يعرف الجبهة ولا يناي، قربوا يطلعونها لسنا إريتريين.
فقال لهم يا جماعة هذا الرجل العبد لله الفقير أحمد شريف كان في مدرسة الشريفي الوسطى والابتدائي، وكان جبهة التحرير شحما ولحما وأنا كنت، قال لهم واحد أمين يعني أنا ما أعرفه، كنت أنا الجبهة الشعبية، قال لهم وهذا الرجل نعرفه نحن جبهة التحرير يعني. فقلت سبحان الله يعني، فاستكثروا علينا. أنا لا أدافع عن جبهة التحرير، هي يعني كتاب مفتوح لكل أي إريتري يعني، حتى لو لم يعش تلك التجربة يعني. نحن لم نعايش ونعاصر عواتي وكبيري وولد آب ولد مريم وكل أولئك النجوم والشموخ والشموس يعني، لكننا نتحدث عنهم يعني. ذات يوم برضو على هامش الحديث، توفي أحد الشيوخ الأجلاء في مدينة كرن، وهو الشيخ سعد الله، أحد مؤسسي ومدير المعاهد الدينية قبل أن يعني تبتلعها هذه الطغمة الحاكمة في البلد يعني. عملت أمسية من قبل أبناء وأحباء وتلاميذ الموجودون هنا في مدينة ميلبورن، فاتصلت بعبد الرزاق سعد الله مشكورا، فقلت له يا سيدي الكريم يعني رحم الله الشيخ الوالد، وأنا إن شاء الله سأشارك في التأبين بكلمة برأي من عندي، لأنه يعني أن نقول في الناس خيرا هذا ما أمرنا به الدين الحنيف يعني. وحقيقة أن الشيخ سعد الله أنا لم يعني في نزولي إلى مدينة كرن حيث كنا وكان رحمة الله عليه لم أصادفه ولم أجري معه مقابلة، ولكنني قرأته كتابا مفتوحا يعني، من خلال تلاميذه، من خلال أبنائه، من خلال إنجازاته، من خلال عطائه. الناس الخيرين ديل ما مش شرط تعيش معهم. المتنبي ده عشنا معه يعني، المتنبي ده ما قرأنا له البحتري وأبو تمام وعنترة ومشنفر يا أخي، مشينا الشنفرة في العصر الجاهلي يعني. لكن من خلال عطاءاتهم وإنجازاتهم أنت تتعرف على الناس، والمعاصرة حجاب أحيانا المعاصرة حجاب يعني. عموما فمشكور أخ عبد الرازق تحديدا، فقال لي هذا ما يشرفنا. قلت له بالعكس، أنا أشعر بفخر إنه كون أقول كلمة، وكتبت كلمة يعني كلمة معايشة يعني، فيها الدفق والأمانة العلمية والاحترام للعلماء والشيوخ ورجال الدين. نحن ربنا خلقنا نحب الدين يعني، في وحدين يحسدوننا على ذلك، على ما آتانا الله نعمة من فضله. ف يعني نحن لم نبايع إلى محمدا، البقية كلها شفناه وعشناه وهكذا يعني، فيحسدوننا على أنه نحن عندنا غيرة في الدين. أنا أقدم الكلمة من على المنصة، هذا ما بلغني من أحد الأشخاص، فواحد من برضو من الذين لا يودوننا أن نكون في المواقع التي أمرنا أن نكون فيها. شريد إعلامي بس يتقوقع في إعلامه، هذا ما لا يخرج منها، ينسون أننا منفتحون على كل خير يعني، شعرا وسياسة وأدبا وثقافة وقرآنا وإمامة للصلاة وهكذا، وممكن نعمل خطبة جمعة وخطبة عيد هكذا. نحن يعني هذا أقل ما أن يكون فيه واجبا أن يكون في عليه المسلم يعني، نصلي صلاة الجنازة وهكذا يعني. ده أدنى مستوى ممكن يعني، أو أقل شيء تكون فيه وأنت كمسلم يعني، تفتح الكتاب، يفتحوا لك الكتاب تقرأ يعني، كإما الناس وهكذا يعني. وفي قصص كثيرة أنا ما أخرج من الموضوع. فأحد الذين قال أحمد الشريف هذا أين يعرف هذا الرجل اللي يتحدث عنه هكذا بهذه العبارة؟ فين يعرف هذا الرجل عشان يتحدث عنه هكذا؟ علما بأنني عندما أكملت الكلمة، والله جاءني أحد الشيوخ له السلام والتحية، قال لي يا أستاذ شريف، ما فاكرين أنك أنت برضو رجل متدين بهذا الشكل يعني؟ هذا الدين ده الفصل بين الدين والدولة أنا لا أؤمن به يعني، لما جاء الدين ليحكم الناس ليسوس حياتنا كلها. فقال لي منذ اليوم أنت معنا. قلت له بارك الله فيك،
نحن نخدك في صفنا بعد الآن. يعني قلت له والله بارك الله فيك، ما هم فاحدين يشوفوك مثلا أنت رجل إعلامي ويشوفوك في الشعر، وأحيانا وبرضه عندي أناشيد، أنا عندي الموسيقى عندي فيها باع كبير كمان، يعني أوظف إمكانياتي والمواهب التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، نوظفها فيما يخدم الدين والإسلام والوطن والإنسانية وهكذا يعني. فيفتكرون نحن ما عندنا علاقة، بس مايك يا السلام عليكم مشاهدين، أو غنى أو شعر وهكذا. فقلت له والله الحمد لله يعني، فدردشت معه وهكذا. فهذه المجموعة التي قالت إنه كيف يدشنون وهكذا، فأنا عنيتهم بهذه القصيدة اللي هي ما كان لم يكن، لكن محوريتها كانت اللي هي مناسبة مايو 35. فعملت تقدمة عندما نشرتها، قلت هذا بيان أدبي. الآن نأتي إلى ما كان لم يكن. ثم حتى لو طال البرنامج أنا سأقرأ القراءة النقدية كاملة إن شاء الله. فأقول هذا بيان أدبي موجه إلى المرضة بالضاد، والمردة بالدال، والنطيحة وما مسخ الخلاف، وإلى الذين ترجلوا في زمن أصبح فيه الضائع المائع الصائع سيدا وإمام رفقائه الصعاليك. أهدي البيان الشعري أدناه ما كان لم يكن. قلت النص: لا شيء عندي ما أهديه للوطن سوى نثيث من الآهات والشجن، سوى قريض يزيد السوء طلعته ويرتجي فيء تطبيب من الوهن، ويترع الدمع والأجفان ما فتئت تهزهز القلب معلولا فيسلمني، إلى سراب وضيم لا أخالطه إلى متى أيها الممزوج في زمني، إلى سراب وضيم لا أخالطه إلى متى أيها الممزوج في زمني، مهرتني مرشدا لغير ذي رشد، في غير ذي ثمر لغير ذي ثمن، أوفتني رسلا صوتا إلى أمة، فذاك يهزأ بي وذاك يلعنني، من غير علم وفهم مدرك أبدا سيان عندهم ذو الرحل والعهن، من غير علم وفهم مدرك أبدا سيان عندهم ذو الرحل والعهن، نصحتهم زمنا في غير مستمع، ما كل مستمع للقول ذو فطن، إذ لا يرى مؤمن بالله ذو ورع كما يرى عابد الأصنام والوثن، إلى متى أي هذا المشتهى ولها لعزة قوم أفنوا دهرهم جبني، إلى متى ترتجي قوما أضر بهم طول النوى والمنى في السر والعلن، أبعد كل الذي لاقيته مزقا، أنا أتحدث مع الوطن أقول له أبعد كل الذي لاقيته مزقا تأتي إلى حمأة التهويم تسألني عن أمة أكلت في الكون مأمنها، بل ثلة غرقت في الضعف والإحن، وجوقة من خيار كاد يعصفها نهج التشرذم، لم تطهر من الهون، هذا زمانك يا أقدار، كيف لنا نبدد الجور بالأحقاد والفتن، ونطق الأنة الحمقى بلا وجهة ليصطلي حظ محقون بمحتقن، مليون فحل إذا دكوا وضاعتهم لطهروا وجه أوطان من الدرن، وليس وطن واحدا اسمه إريتريا، مليون فحل إذا دكوا وضاعتهم لطهروا وجه أوطان من الدرن، وحكموا العدل في ظلم أذاقهم طعم التلذذ في لهو مع الزمن،
كم مرة خلعوا جلباب عزتهم وألبسوا جبة التسطيح والإحن، تشربوا ما تعف الهيم مشربه، وأسرجوا خيل ملعون لملتعن، هم أدمنوا خلة عض الوليد بها، تميمة علقت في القلب والأذن. ينشرون سموما لا خلاق لها، ويستبيحون شأوا فائق الحسن، وقد نسوا سفها قول الحكيم لهم، إذ عزة النفس تعلو شهوة البدن. ما زلت تسأل ما أشقاه من سؤل، بغير سؤلك ذي البلوى تمزقني، في عيد أعيادك الزاهي وما حملت أحشاء أهل الونى للأهل والوطن، لا ترتجي وابلا طلا وما طفقت طول التراجي ينسي بهجة السكن. أقول في شأو من أهوى ومن ظلموا، أقول في شأو من أهوى ومن ظلموا، إن الفلاح بماء العزم مقترن، فكيف يحصد قوم بأسهم بينهم وكل فعلهم للبين مرتهن، لا يلبثون على رشد نسوسهم إلا وقد خرقوا الأخشاب في السفن. ويأتي مايو سقيم متعبا خويرا من شدة الغبن لا من شدة الهون. ويأتي مايو سقيما متعبا خويرا من شدة الغبن لا من قلة الهون. ما كل مايو كما مايو الذي سرقت أفراحه في الضحى بخسا بلا ثاني، فمايو جعفرنا كان الزمان به مزينا بعبير الشعر والفنن. يعني هنا مايو جعفر النميري، نحن مايويون كذلك، مايويون في السودان ومايويون في إريتريا. فمايو جعفرنا كان الزمان به مزينا بعبير الشعر والفنن، مهلا فديتك لا تلوي على أحد مما عنيت، فذاك الهم يقتلني إني عدمت رجالا همهم شمم، إذ لا أرى في الورى ما كان يشبهني، إذ لم أجد مطلقا غير السفيه، ولا أرى الرشيد قويم الخلق والفطن. ما كل اسم صفيق ساقط كذب علجا تخنث في الفيسبوك يهززني. أصحاب الأسماء المستعارة دي، ابن كذا ويسمي واحد جبل شجر، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان من أب ولا أم. لذلك أقول ما كل اسم صفيق ساقط كذب علجا تخنث في الفيسبوك يهززني، ولن ينال هلوع واهن همل، خسئت أنت ومعك الشان الخون. مراده قصده أو ما يشابهه، لو جاء من عهر أو فل من دخن، يقول لي وطني لا تبتئس أبدا، جل الورى حبهم طن ومطنن، سر هانئا غردا نجما تضاء به وجه الطناطين مأفون لمؤتفن، أما تراهم وقد قدت جيوبهم ليشتروا خشب الترحيل والكفن، تسارعوا فرعا هيما إلى وهجي، فذاك يشمت فيه وذاك يهجرني. حتى الأوطان الوطن يقول فذاك يشمت فيه وذاك يهجرني، إلى أن قلت يا أمة قتلت قوادها حرضا، يا أمة قتلت قوادها حرضا، بل أمة جعلت ما كان لم يكن. أما تراها وقد حمت مفاصلها، إذا تبنى شريف رأي متزن، إذا تبنى عزيز رأي متزن، هم يخرجون خفافيشا وقبرة، وما رنا صوتهم للحق والحسن، هم يخرجون من الأجداث، كيف لهم العيش في حضرة الإحقاق للوطن، هم يخرجون أسارى رأي مرشدهم، أذبة علقوا في القرء والعفن، وشرها ألفوا تمييع فكرتهم، لا يعلمون أهم في الشام أم يمن. أسماء منتحل
أسماء منتحل، أشكال مرتزق، حروف مرتجف، أقوال ممتهن. أسماء منتحل، أشكال مرتزق، حروف مرتجف، أقوال ممتهن، للشتم والقبح لا للحق ألوية. صيغوا من الحمأة البلهاء والإحن، لا يألفون قواما أينما ثقفوا إلا بحبل الونى والسحت والهون. لا تلتفت أبدا للخلف يا شمما. الوطن يقول لي هكذا، يقول لي: لا تلتفت أبدا للخلف يا شمما، ما كل ذي شارب برء من الوهن، ما كل من جمل التقبيح ذو صدق، ما كل متجر بالقول مؤتمن. إن ادخرتك للكبرى وآخرة، أندى من العبق المنشود في سكني، أنت الشريف وما في الكون كاسره. إن ادخرتك للكبرى وآخرة، أندى من العبق المنشود في سكني، أنت الشريف وما في الكون كاسره. شكيمة الفضل في عقل وفي بدن، من جمعت عنده الدنيا فلم يرها إلا على عزة أسمى من الوطن. أحمد شريف، شاعر إعلامي، أستراليا، ميلبورن، مايو 2026. كانت هذه القصيدة. الآن أدلف إلى قراءة الدكتور، قراءة نقدية في قصيدة إريترية ما كان لم يكن. الخبير الإعلامي الشاعر أحمد شريف، نقد لنص حزين، هكذا عنونها: الدراسة بقلم الدكتور حامد محمد حالفة. يقول الدكتور: روي أن الصحابي النابغ الجعدي قال: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وجدحا، وإنا لنرجو فوق ذاك مظهرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنة. قال: أجل إن شاء الله. الحديث أخرجه البيهقي وفيه رقم. يقول الدكتور حامد: فالسامع يفهم، والشاعر تاول تأويلا حسنا، والمفردة في النص تفتح أفقا متباين للفهم. والشعر مثل الكلام، فيه رصين غيره، والقارئ هو الحكم، والقراءة للقصائد متباينة، فبعضهم يقرأها بمنظار الشرع والدين، وبعضهم بمنظار فلسفي، وهناك من يقرأها وكلهم يتفق على أن لغة الأدب والشعر تختلف عن لغة العلوم البحتة، وكلهم يتفق أيضا على أن وجه الإمتاع في النص الأدبي يختلف من زول لزول. فلا حرج على أديب أن يبدع، ولا حرج على ناقد أن يستمع ويمتع ويصحح. ثم الشاعر بالخيار، إن أخذ بالنصح وطور نصه، وإن شاء أعرض عن ذلك حسب قناعته أو ذائقته الفنية. من هنا يقول الدكتور حامد محمد حالفة: من هنا تأتي قراءتي لقصيدة الشاعر أحمد شريف. أمامي 56 بيتا من الشعر أضمتها قصيدة الشاعر، وألهمتها الذكرى 35 لاستقلال إريتريا من المستعمر الإثيوبي. أتت القصيدة باكية في محيط مبتهج راقص، وتعيب على الراقصين لماذا يرقصون حول نعشهم، وترى أن هذه الذكرى تثير مواجع الأشجان لا ابتهاج الفرح. الإطلالة الحزينة، عنوان فرعي. تبدأ القصيدة باعتراف واضح أن الشاعر لا يملك ما يعطيه للوطن من هدية إلا الدموع الغزار والشجن الأليم، وينفي عن نفسه أن لديه هدية يقدمها للوطن في ذكرى الاستقلال غير البكاء والوجع. لا شيء عندي ما أهديه للوطن، إلى آخر قوله: إلى سراب وضيم لا أخالطه إلى متى أيها الممزوج في زمني. يقول الدكتور في قراءته النقدية: وهذه يقينا بداية مهزومة لا تغرس الأمل في المخاطب،
فهي تخاطب جريحا طريح الأرض منهكا لتعلن له أنه لا دواء ولا عناية، وإنما أمامك انتظار الأجل المحتوم. وهذه البداية المهزومة تختلف عن استهلال الشعراء الإسلاميين أصحاب الفكرة من عهد الصحابة وإلى اليوم. فهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه يتوعد خصومه بعمل منتصر قادم لا بقصيدة يائسة، عندما قال: عدمنا خيلنا إن لم نروها، تثير النقيع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصغيات على أكتافنا الأسل الظماء. والشعر يقتدي بسلف الأمة مبشرا، يرى من خلال المحن منحا قادمات. فشعار فتحت خيبر رفع ذلك الشعار، والمدينة محاصرة من الأحزاب. والبشريات بسقوط الروم وفارس أتت في عهد الضعف الإسلامي، حينما كانت الجزيرة مشركة محاربة وتستعين قريش بالأحابيش واليهود لضرب الإسلام الناشئ في عقر داره. ولهذا يقول الدكتور حامد محمد حالفة، يقول: لهذا لا يستحسن بشاعر مثل الشريف أن يكون أسير البلاء المحيط به والوهن الذي يراه في قومه، وإنما الشعر الرسالي يستنهض الأمة الواهنة ولا يعيرها بمذماتها التي تستمتع بها، فهي ليست حاسة بهوانها ولا بمن يسبها بموت هي تعيشه ساكنة له راضية به. وقد صدق المتنبي: ذل من يقبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الشاعر شريف، يقول الدكتور، نفى عن نفسه أنه يخالط الواقع الذميم، السراب والضيم الممزوجين بمآسي زمانه، لكنه غير قادر أن يتحرر من أسرهما أو عن أسرهما، فهو في قبضة الدمع والأسى، وكأني به ضعيف ساكن مهزوم، تطرحه القبضة القوية حتى تسلمه إلى السراب والضيم. صحيح تدل جملة لا أخالطه على أنه كائن فريد يتأبى الامتزاج إلى غير جنسه العزيز النادر، لكن إشارات الدمع والأسى والقلب الواهن ليست سلاحا تجعله بمنجاة من السراب والضيم، فهو وإن تسامى جزء من الأمة التي يعيرها، فصوته على غيره يدركه ألمه. عن محتوى القصيدة ماذا قال الدكتور حامد؟ قال: جل أبيات القصيدة اتجهت إلى تعنيف المواطن الإريتري الذي يعيش حالة من السكون القاتل تدعوه إلى فعل شيء يستعيد به كرامته المهدورة وحريته المغضوبة والمغصوبة وحرماته المنتهكة ووطنه السليب على يد عصابة مستبدلة. وتعبر القصيدة بألفاظ قاسية جدا، وهي تقرع المواطن الخامل وتصفه بأنه مفرق الكلمة، وقد صدغت مشتت الصف واهن القوى، وكان بإمكانه أن يسعد في وطنه المستقل لو قام بتدابير لحماية نفسه من الاستلاب المحلي المعزز من الخارج. النص غير المدي، يقول عنوان فرعي: وقد أخلص نصا لقومه موضحا أن مليون فحل منهم لو نهض وترك الوضاعة لدك عرش طاغوته، وآلمه أنهم استقبلوا نصحه المتكرر بالاستهزاء والسخرية، ولهذا أصبح في يأس منهم. عبرت عن هذا المعنى كثير من الأبيات في القصيدة، من ذلك: ناصحتهم زمنا في غير مستمع، ما كل مستمع للقول ذو فطن، إذ لا يرى مؤمن بالله ذو ورع، كما يرى عابد الأصنام والوثن، إلى أن يقول: مليون فحل إذا دكوا وضاعتهم، لطهروا وجه أوطان من الدرن، وحكموا العدل في ظلم أذاقهم طعم التلذذ في لهو مع الزمن. والمقارنة التي تظهر أن عبدة الأصنام أكثر من أهل الإيمان ظالمة أتت من شاعر غاضب لا من مسلم عادل ومتفائل. موقف قومه منه. تصور القصيدة موقف
قوم الشاعر أنهم على غير احتفاء به، بل تصل مواقفهم المخاصمة إلى العداء المعبر عنه بالشتم والسب والخذلان، فهم في موقف عدائي غير حميد تجاه شاعر يسعى لنهضة أمته ورفعة شأنها، وموقف شريف الغاضب الهائج والهاجي أفضل منه موقف المقنع الكندي الغافر العافي في عتاب قومه، إذ يقول: إن الذي بيني وبين أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى نصرهم أتيتهم شدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. أما شريف فقد أوسع قومه ذما: يا أمة قتلت قوادها حرضا، بل أمة جعلت ما كان لم يكن، أما تراها وقد حمت مفاصلها، إذا تبنى شريف رأي متزن، إلى أن يقول: أسماء منتحل، أشكال مرتزق، حروف مرتجف، أقوال ممتهن للشتم والقبح لا للحق أولوية، صيغ من الحمأة البلهاء والإحن. هكذا مضت القصيدة تشنع على الأهل، ولم يذكر لهم خصالا طيبة، كما لم تترك مجالا في صدره للعفو والغفران أو الستر عليهم، وهذا مفهوم من إيحاءات القصيدة، وإن كان الواقع يشهد أفضالا كبيرة قام بها أحمد شريف لصالح قومه، خاصة في مجال الإعلام والأدب والثقافة والمناسبات الاجتماعية، فإن له حضور كثيف يشهد له القاصي والداني. وأنا استغربت، يقول الدكتور حامد، من قصائده الهجاء المرة كيف لا تتوافق مع سيرته العطرة في خدمة المجتمع. أشكرك. ولعله قد غلبته العاطفة في الشعر فقال أقسى ما علم، وغلبه في الخدمة الوطنية العقل والدين ففعل أحسن ما استطاع، أو لعله يريد بيان العلة كما هي دون تزيين في العليل، بقصد إيقاظه وتنبيهه على أخطار تحيط به من قبيل: يا نائم يا غافل يا جاهل، النار تشتعل من حولك. فمثل هذا الصراخ بالصوت العالي لا تناسبه الملاطفة ولين العقل. في عنوان فرعي الولاء للوطن يقول الدكتور حامد محمد حالفة: الشاعر شريف يسكنه الولاء القوي للوطن، ولهذا لا تعيب قصائده الوطن، وإنما يصب غضبه على المواطن الخامل الجبان الذي يتقاعس عن التضحية من أجل تحرير الوطن. يظهر ولاء شريف في القصيدة من خلال إجراء حوار ومناجاة بينه وبين الوطن، تقيمه بعض أبيات القصيدة، فأنت تحس بشخصين حبيبين أمامك يتبادلان الكلمات الناصحة: يقول لي وطني لا تبتئس أبدا، جل الورى حبهم طن ومطنني، إلى أن يقول: لا تلتفت أبدا للخلف يا شمما، ما كل ذي شارب برء من الوهن. وتتجه أبيات من القصيدة ختامية لتمجيد الشاعر في قوله: إني ادخرتك للكبرى وآخرة، أندى من العبق المنشود في سكني، أنت الشريف وما في الكون كاسره، شكيمة الفضل في عقل وفي بدني، من جمعت عنده الدنيا فلم يرها إلا على عزة أسمى من الوطن. وفهمت من البيت الأخير أن جمع الدنيا كلها ليست أسمى منه، وأغلى الوطن مع العزة. فالنص يتحدى أنه لا كاسر للشاعر ولا نظير له عقلا وجسما، فهو الفرد في الورى. إني عدمت رجالا همهم شمم، إذ لا أرى في الورى ما كان يشبهني. وهذا يشبه من وجه ادعاء المتنبئ بقوله: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. ونحتاج إلى ميزان حديث، يقول الدكتور حامد: نحتاج إلى ميزان حديث لمعرفة صدق الدعوة، وأحسب أن هذه مبالغات شعرية، وأشك في صحة الدعوة، لأن الله جعل فوق كل ذي جسم جسيما، وفوق كل ذي علم عليما، وفوق كل ذي موهبة ذا مواهب. وقصة الخضر الولي مع موسى النبي عليهما السلام تدعو إلى التواضع. وصدقت الأبيات
أنه لا مثيل للوطن، ولهذا لا تزال نفس الشاعر تتوق إلى وطن هرب منه، وهي تجد النعماء في وطن لادت به وهاجرت إليه، ووجدت فيه الحرية والمال والعدل والسعادة والأمن. الملاحظة الختامية عنوان فرعي وهو قبل الأخير، يقول الدكتور حامد محمد حالفة: القصيدة من حيث المحتوى والأبيات متوسطة بل قريبة من الطوال مقاربة بالقصائد العربية الشهيرة، ومن حيث اللغة فهي جزلة فخمة الألفاظ والتراكيب جيدة السبك متماسكة المعاني، بدأت بالحزن وانتهت به عندما نظرت إلى المواطن والوطن، وهي شامخة متعالية، وعندما نظرت إلى الشاعر في وسط جمهوره تحاول أن تحتفظ بمكانته العالية من خلال التشبث بالركن القصي بعيدا عن ضجيج الراقصين في حضرة الظالم المقيت. والقصيدة من حيث المفردات مثقلة بعدد من الألفاظ الصعبة مثل نفيث، علجا، تخنث، الشاني، طن ومطنني، حرضا، خفافيش، قبرة، حمأة، التهويم. وكذلك من الصعوبة أن تفهم التراكيب إلا بعد إدراك معنى مفردة قبرة. هم يخرجون خفافيشا وقبرة. وفي القصيدة كلمة غير مناسبة ذكرها ترفعا عن معناها. أعيد وفي القصيدة كلمة غير مناسب ذكرها ترفعا عن معناها في قوله: أذبة علقوا في الخرء والعفن، وقد جلبها السعي على إفراغ الوسع في الذم. كما توجد بعض الملاحظات الشكلية. هذا ما ختم به الدكتور حامد محمد حالفة في قوله: كما توجد بعض الملاحظات الشكلية، فقد صرف لضرورة الشعر ما لا ينصرف خفافيشا، وترك الألف بعد واو الجماعة في الفعل، نسوا في قوله وقد نسوا سفها، وفك الإضغام دون مصوغ في يهززني، والصحيح يهزني. وكتابة رنا بالألف المقصورة من الفعل الثلاثي رنا ينبغي أن تكون يرنو، ياء وراء ونون وواو، مثل دعا يدعو وسما يسمو، فلا أرى وجها لكتابتها بالألف على صورة مثل رمى وقضى وسعى، فتلك أصلها واو وهذه أصلها ياء في علم الصرف. وأحسب أن الفعل رنا يستعمل لحاسة البصر، أي دام النظر في أمر حسن لا في حاسة السمع، والأنسب للأذن أصغى لا رنا. هكذا ختمها الدكتور حامد محمد حالفة مشكورا في قراءته التي عنونها لقصيدتي قراءة نقدية في قصيدة إريتريا ما كان لم يكن للخبير الإعلامي الشاعر أحمد شريف، نقد لنص حزين. أنا لا أملك إلا أن أشكرك جزيل الشكر سعادة الدكتور حامد محمد حالفة، والحمد لله حالفنا الحظ فتجاوزنا ساعة واحدة، والمخرجون يعفوننا ويسامحوننا على أننا تجاوزنا، لكن نقول بضع دقائق، في أقل من 3-4 دقائق. أنا سعدت أيما سعادة بهذه القراءة النقدية، والشاعر لا يرى ما يراه الناقد. وعلى فكرة دكتور حالفة هو شاعر مقل، يعني يكتب بالعربية والتجريت، وهو رجل أكاديمي فوق هذا وذاك، ورجل محترم وداعي ومثقف جدا. ولذلك أنا ممنون لك بعد حمد الله سبحانه وتعالى، أشكرك على أنك تعطينا من زمنك وتقرأ قصائدنا، أنت تقرأها وتشكر على نشرها في موقعكم الكريم. وأنا أدعو من هذا البرنامج لتزور الناس الموقع الشهير وكالة زاجل الإريتريا للأنباء. هو غني بأخبار سياسية وأخبار آنية ودراسات وأشياء كثيرة من الشعر والأدب
وهي يعني موقع جدير بأن تزوره الناس، فيمكن أن تتزود فيه الكثير. أيها الإخوة والأخوات، هذه حلقة أخذت مساحة من الزمن، والحمد لله. أنا مرات أقول في بداية الحلقة سنعمل كذا كذا، ولكن لا يسعفني الزمن فأختم البرنامج على أساس على أن ألتقي الحلقة القادمة، هكذا أقول، ولكن وفقت أن أفرغت ما في جعبتي في حلقة اليوم، وكانت حلقة أنا أعتز بها كثيرا، حلقة رقم 236 في برنامج مع اللغة العربية، كانت عن الشعر وأوجاعه ومناسباته وقراءاته النقدية. مجددا وإن شاء الله شكري له متواصل دكتور حامد محمد حالفة، رجل هميم، وهو يعني يقوم بعمل يعني توثيقي ضخم كبير سيرى النور إن شاء الله. عندئذ حين ميسر إن شاء الله سنتحدث عن ذلك المشروع التوثيق الكبير الذي يقوم به مشكورا ليفيد هذه الأمة. أيها السادة والسيدات، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة وإعدادها محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين المشرفين والمخرجين الذين يسهرون دوما لإخراج هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. إن شاء الله ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.